السلام عليكم. تعالوا بس أقول لكم كده في السريع أقل من السريع كما عودتكم يعني، أقول لكم ليه أنا ماشي مع قرارات النادي الأهلي، رغم إنها متأخرة ومتأخرة جامد فاهمني؟ يعني أنا أكتر واحد تقريبًا باهاجم إدارة الأهلي، خُش على الصفحة عندي كده في حتة قراراتهم وفي حتة اللي هو بالبلدي بتاعنا برود أوي، اللي هو أنت بتاخد قرار يعني عارف أنت كده بالخنق. بيانات تدّيها وما بيحصلش أي حاجة فاهم أنت، وبتعدّي وبتقول عشان البلد حتى في أفريقيا، حتى أمّا الجوابي اختفى بتاع نهائي دوري أبطال أفريقيا برضه ما عملتش حاجة فاهمني، فالإدارة فيها سلبيات، في سلبيات يعني عارف أنت اللي هو هي كده. بس أنا معاها لأول مرّة في دي، لإنها واخدة قرار بشجاعة فاهمني. أنا هاقول لك سبب واحد إن أنت حتى أي حاجة مش أهلاوي، زملكاوي، إسماعيلاوي، أي حاجة، أنت عمرك شُفت في العالم كُلّه يا عم في الدوري الأثيوبي مع احترامنا للدوري الأثيوبي، في قرعة بتتعمل الساعة 6:00 والّا 5:15 وتنزل تقول لك أنت هتقابل التالت وهتقابل مش عارف بيراميدز هيقابل الأهلي بعدها بماتش فاهمني، يعني شُفت يعني أنا مش هاخُش في زِمَم الواحد صايم، يعني مش هاخُش في زِمَم وأصل هو موجّهة مش موجّهة، أنا عايز بس عقلك كده يشتغل، في دولة في العالم بتعمل كده؟ بس أنا ماشي مع النادي الأهلي عشان كده بس. في تخبُّط في الكرة المصرية، الناس اللي ماسكة الكرة المصرية هنا مش فيها كورة خالص، هنا فيها مصالح، مصالح مش سبوبة ولا الكلام ده، أنا ما باخُش في ذِمَم، مصالح اللي هو إيه، شُغلانة يعني عارف أنت، يعني ده أبسط حاجة أو أبسط مصطلح الواحد بيقوله، ففاهمني، فأنا باتكلّم بالعقل. أنا مش بامشي ورا قرارات النادي الأهلي عشان أنا أهلاوي أوي ومتعصب أوي وعايز إن الأهلي ينتصر على الزمالك رغم إن هو انسحب ومش عارف إيه، والزمالك عملتها السنة اللي فاتت ما كانش الكوارث للدرجة دي تحصل. ما كانتش أنا مش هاكلّمك بقى عن التحكيم طول السيزون عامل إيه مع بيراميدز، وبرضه مش هاخُش في الذِمَم فاهمني، فأنت واحدة، واحدة كده وفكّر في دماغك، الواحد أمّا بيفكّر في دماغه أحلى مليون مرّة ما تمشي ورا آراء المحللين، ورا آراء المذيعين فاهمني، فأنا بنقول كلام كده يعني إيه، الصفحة دي ليكم قبل ما تبقى بتاعتي، بنفضفض مع أصحاب كده مع بعض فاهمني، عشان ما اسمعش بس كومنتات اللي هو إيه، ماشي قرار اتأخّر وغلط في توقيته إن هو اتأخّر بس، إنّما توقيته صح وتوقيته حلو كمان من اللي أنا شايفه يواكب مع الكرة المصرية والجهات اللي ماسكة في الكرة المصرية فاهمنني؟ فيعني أنا عارف إن الموضوع مش سهل وقُلت لكم في أول فيديو خالص وإن الأهلي مش بيحارب يعني عارف أنت ده بيحارب يعني ناس بقى لها سنين في قاعدة على الكراسي وفاهمة هي بتعمل إيه كويس فاهمني، فاللبن تمر هندي ده هنخلص منه إمتى؟ الله أعلم. أنا عندي ثقة في النادي الأهلي إنه ممكن يحل حاجة، ممكن يحل حاجة. ده مش معناه إن النادي الأهلي مش مشترك في حاجات في سلبيات كتير في الكرة المصرية، لأ مشترك وإن هو عدّى وكان بيعدّي حاجات وبيلعب وفاهم وما في بس اللي هو يعني عارف أنت 50% ممكن 80، 90% إن هو يبقى في صلاح في الموقف ده، الواحد بيقول يا رب. فعشان كده أنا مستمر وبادعم قرارات النادي الأهلي عشان الحاجة دي، وعشان سبب تاني إن النادي الأهلي أمّا بيخش حاجة بيبقى دارسها كويس، بيبقى عارف إن هو على صح، بيبقى عارف إن هو مش همبكة داخل بيهمبك وخلاص، لأ فاهم إن هو داخل عارف هياخد حقه إزاي، عشان كده في الآخر بيطلع منتصر، مش بيطلع ببلطجة ولا اللي هو بكلمته ولا هو أقوى من الدولة، الكلام اللي عارف أنت كجماهير بقى الأهلي والزمالك بتقوله فاهم أنت كتحفيل ده. بس كما ك ك ك كتفكير لأ، النادي الأهلي بيبقى عارف داخل في إيه، وعارف حقوقه إيه، وبيعرف ياخدها. الأهلي لو ما خدش حقوقه في الموضوع ده، المجلس ده يعني مش عايز أقول كلمة كبيرة، بس أمّا نشوف إيه اللي هيحصل، يعني بإذن الله خير. أنا طالع كنت أفضفض معاكم كده كلمتين عشان إيه، حتّة الدعم وحتّة ليه بتدعم، وحتّة ليه إن أنت شايف الانسحاب الحاجات طبعًا اللي أنا ردّيت عليها، بس كده قُلتها لإخواتي كده في السريع. السلام عليكم.